اتفضل ابدأ. هي من اولها كده، من اولها الموبايل وقع. قول. استني، هنحكي لكم النهارده احنا اتعرفنا على بعض ازاي. بصوا اسمعوا القصة دي واتفرجوا على الكابل ده، انا متابعيهم بحبهم قوي. خلاص كده اتفضل. الموضوع بدأ ان انا عملت له فولو، شفت في البتاع بتاع بلايند ديت شو، فعملت له فولو. وانا بصراحه شخص بعمل فولو يعني عادي، بعمل فولو للناس عادي عشوائيه. بالظبط. فلقيته هو عمل لي فولو باك، فقلت عادي، اعرف انفلونسرز كتير ما شفناش بعض بس عاملين بعض فولو، مفيش مشكله. المهم عملنا لبعض فولو. انا قلت ايه ده، ايه البنت اللي جت عملت لي فولو دي، اسمها ايه؟ اوب 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 يا علي، الكلام ده ما بيتقالش كده. وانا كنت عادي بني ادم عادي، عملت له فولو يعني مش حوار اصلا. المهم يا جماعه هو عمل البراند بتاعته، فانا دخلت، هو كان عامل ريبوست لناس كتير قوي بتقول له مبروك، فانا دخلت قلت له مبروك يعني. الله يبارك فيك يا ستي. عرفتوا تتخطبوا ازاي؟ تخشوا تكتبوا مبروك حالا في كومنت، حالا وعندي هنا في الفيديو. قال لي الله يبارك فيك، انا عايزه ابعت لك بقى هودي تقولي لي ايه رايك ومش عارفه ايه. انا قلت هيجي من وراها سيلز ولا حاجه وما جاش يا كداب. الحقيقه ما علينا، اقوى سيلز جت من عندها. فيا جماعه قلت له انا على فكره انا عندي براند، لو احتجت اي حاجه يعني اساعدك فيها وكده فقول لي، وانا اعرف مصانع واعرف تجيب له مش كده يعني. فقال لي انا الصراحه مش عارف اعمل ايه، انا لسه بادئ. وقلت له طب انزل بازار معانا، احنا نازلين بازار الاسبوع اللي جاي هيبقى لذيذ جدا. انا عايز اقول لك ما كنتش عارف يعني ايه بازار اصلا ساعتها. ده فرق التفكير بين الولد وبنت بالظبط اللي حصل دلوقتي. فانا كنت نازله بازار وقلت له، قال لي طب يعني هيبقى حلو. قلت له بجد بيبقى حلو قوي، لذيذ، فايب لذيذه، والناس تعرف اصلا البراند انت لسه نازل جديد وبتاع. طيب مش عارف، قلت له هكلم لك حد. فالمهم ايه، ظبطت له الدنيا. بنات جدعانه اهو، جدعه واصيله من اولها، خلي بالك عليها بقى. الكلام ده مثلا كان يوم السبت والبازار كان الخميس مثلا. البتاع ده مش طايقنا، ما علينا. من يوم الحد او من يوم السبت لحد يوم الخميس احنا كنا كل يوم بنتكلم كتير، واحنا مش فاهمين نتكلم مين ده. هو بيكلمني كتير ليه؟ حب، خلي الناس تحب، روح للناس يا حب. وهو مش فاهم مين دي تكلمني كتير ليه. احنا بجد الايام كلها بنتكلم كتير قوي، احنا ايه اللي بيحصل؟ وانا طبيعتي ولا بكلم حد ما اعرفوش كتير، ولا اصلا ما بكلمش حد كولز ولا وبعدين بتعامل اللي هو انا باجي بعد ما بقفل الكول بقول هو الواد ده اخد عليا ولا ايه؟ حب، خلي الناس تحب، روح للناس يا حب. الواد هو احنا ليه نتكلم الواد ده اخد عليا ولا ايه؟ نتكلم كل ده ليه؟ فالاسبوع ده بدأنا نتكلم فيه كتير يعني. استني بقى اكمل انا الحته دي. فالمهم بقى دخلنا اول يوم بازار، فاطمه كانت مدياني وش غريب جدا، فانا اللي هو يعني انت هتديني وش عشان هو عمل حاجه، هتديني وش عادي مش هكلمك يعني. لا مش عشان هو عمل حاجه. لا فضايح نو، انا كنت لسه قاعده بغني لكم. فضايح لا. فجايه الصبح، فجات عملت نفسها مش واخده بالها، فانا عادي حطيت لبسي وحطيه واقف في البازار، ما يعني ولا كاني شايفها، عادي خالص جدا. احنا بقينا بجد 3 دقايق بنفتي عشان هو عمل حاجه ساعتها ضايقتني جدا. والله ولا كلمتها، مش هقدر اقولها دلوقتي، والله ولا كلمتها، مش هقدر اقولها، بس كانت عمل بتظن حاجه فيا سوء بس مش قلت اكتر. الواد ده. قول عبان، هم الرجاله كده كلهم كده يا اختي. انا بقى ايه خلاص كده قلت والله العظيم هعمله وحش. طب وعملتيني حلو ليه بعدها؟ عشان انا ما كنتش ما عملتوش حلو، والله ما عملتوش حلو، بس قلت خلاص بقى وانا يعني ده واحد عارفين بقالي اسبوع. انا هقفش عليه ليه؟ فاكره انا ايام المراهقه كان ده اللي بيحصل فعلا، كنا بنقعد نعمل نفسنا مش قافشين واحنا بنبقى قافشين جدا. بس متخلفه والله. فعملته عادي يعني. بس هحكي لكم يا جماعه بقى اللي هو عمله قبل كده كان ايه، وانا ساعتها قفشت عليه شبه الاطفال اللي لسه راجعه من المدرسه. والله دي الحقيقه. كداب. يا لهوي، الشباب بيتخانقوا من بدري قوي قوي، حد يجي يفك الخناقه دي يا جدعان. والله دي الحقيقه. هحكي لكم يا جماعه هو عمل ايه، وما تحورش، قول الحقيقه. يا بنتي انا بقول الحقيقه والله. لا تتحور. طيب هحكي من الاول بقى. لا من الاول ايه، احنا بقالنا 4 دقايق بنحكي من الاول. لا، من حيث توقفنا بعد اذن. هو كان بيعمل حركات غريبه وانا كنت بعمل حركات غريبه، ان احنا كان لسه بيكلمني في التليفون فيقول لي انا مش عارفه كنت بكلم ساندي التانية كان اسمها ايه، جيسيكا. بيغيظك يا بنتي، بيغيظك. مش جيسيكا جيسي. مفيش حد اصلا عنده في حياته اسمه جيسيكا. هقول لك انا كنت هقول ليه انا بعمل كده. مفيش ندى امور مثلا. هتكون بتعمل كده ليه غير ان انت عايز يعني تخليها تغير؟
اسمعي، مفيش سلمى. كنت بعمل كده ليه؟ عشان انا ما كنتش بحب اي بنت اكلمها في الاول، ما نعرفش بعض كويس، احسسها ان في بنت تانية في حياتي، فما تفتكريش ان انا ايه بظبط معاكي عشان ما تتعلقش بيا لا you're not the only one يعني عشان ما اخش بس في حوارات، فاهم؟ هو كان بيختبرك، بيشوفك هتغيري ولا لا. وانا كان عندي عادي ما اتكلم جيسيكا ولا اتكلم براحتك يعني. ايوه تعمل اللي تعمله، انا مش غيرانه ولا هطق ولا هتجنن ولا هموت ولا اي حاجه، عادي عادي اعمل اللي تعمله، اعمل اللي تعمله. ليش مثلا ان احنا بنظبط يعني. لا كنت عادي بجد، اللي هو لحد بقى يا جماعه ما حصل موقف انا اتنرفزت، لان انا حسيت لو انت بتحور ليه يعني. في مره جه قال لي انا قابلت بنت النهارده، المهم ان البنت دي كانت يعني كومن فريند بينا وبتاع، فقلت له انا اول مره اقابلها في حياتي وشفتها النهارده ومش عارفه ايه حصل كذا كذا، قلت له بعدين ايه روحت البيت بقى لقيت ايه؟ ممكن بفتح الستوريز لقيتها منزله له صوره كاتبه ماي بو. لا هنا نقف بقى، هنا كنت بعديه كل حاجه تمام، ما عنديش مشاكل، انا بحبكم انتوا الاتنين جدا، بس بودي جديده عليا. يعني احنا على ايامنا كانت حاجات تانية خالص مش هينفع اقولها دلوقتي في الفيديو، لكن ايه ماي بودي؟ يعني انا بودي حاسه ان هي يعني ايه، يعني حاجه مش طبيعيه برضه. اسالك سؤال، انا كنت عامل ريشير للستوري، انا مالي؟ ما انت قصدك ليك بقى ايه عشان ما تتفضحش يا يا بنتي. هو انت ما حبيبي. كنتش في دماغي اصلا، ما كنتش في دماغي ان انا ما ببينش قدامك. اقول لكم على حاجه يا جماعه، واقسم بالله كداب، اقسم بالله لا والله البنت دي من قبل ما اعرفها عمري ما شفتها في حياتي، كانت تقعد تقول لي مبروك يا حبيبي، مبسوطه لك قوي يا حبيبي، وانا اصلا يا علي يعني انت معترف اهو انها بتقولك اصلا يا حبيبي. ما اعرفش كده. والله. فالمره الوحيده اللي شفتها فيها، طلعت البنت دي تعرف ايه فطير، راحت عامله لي اسمه ايه ده منشن في ستوري ماي بو. ماي بو. واحده اول مره بينا في حياتي تكتب لي ماي بو. قلت لها طب عليها. استنى المهم بقى يا جماعه، فافتكرتني بقى بضحك عليها بقى. انا بقى قلت الواد ده بيصيع، لانه مش طبيعي ان هو بيكون بيتكلم معايا كل يوم ويقول لي اصل انا اول مره اقابلها في حياتي. ما أنا كنت انا قلت في الفيديو اللي فات هما كل الرجاله كده ايه، لازم تفضلي تدوري وراه. بقولك بكلم وليها جيسيكا، ماي ما بو. ممكن الست دي بتقول لي انا اول مره اشوف حياتي، منين اول مره اشوف حياتي تقول لك ماي بو. هي عملت كده. قال لي هل انا اسكت وما سكتش؟ دخلت قلت له طب ما هي كاتبه لك ماي بو اهو، امال ايه اول مره تشوفها في حياتي وبتاع. فقال لي لا اصل انا مش عارف. قلت لك اول مره اشوفها في حياتي، جت تاني يوم مدياني وش، واللي هو احنا كاننا متخانقين. قلت له ده بيعمل حوارات عليا. فقلت يا البنت دي عبيطه في دماغها، هو انا اصلا رحتها بحاجه ولا مش عارف ايه؟ احنا جماعة، اتكلمنا مع بعض دقيقتين، انا متضايقه مني عشان في بنت تانيه بس انا بتكلم، انا حسيت ان هو بيضحك عليا. يعني لو انت طب ما تقول عادي. ما انا بقول لك بكلم جيسيكا، هضحك عليكي ليه؟ ما انا بقول لك. لا انا اكتشفت دلوقتي يا فاطمه ان انت كده بصراحه، يعني انت اللي ظلماه. هو قال لك بكلم جيسيكا وجيسي ومش عارفه مين تالته، فيعني انت اللي مش عايزه تصدقي، انت اللي متخيله ان انت كنت ساعتها الوحيده اللي في حياته. المهم يا جماعه بقى ان انا بعدها قال لي ان انا اصلا اول مره اشوفها وما اعرفش عادي، وسكت وبلعتها وسكت. جيت بعدها بقى ايه بكام يوم ببص على بوست قديم بقاله 4 شهور مثلا ولا حاجه، فلقيتها كاتبه له حبيبي. قلت ابقى الواد ده بقى ده متصاحبين بقى هو بيضحك عليا بيلعب بيا انا بقى. والله ما كنت عارف، وهي اصلا قعدت تكتب لي الكومنتس دي وانا ما اعرفهاش. ايوه انتوا الرجاله كده غلابه، اول ما تنزلوا تقولوا والله العظيم ما اعرفه، انا مالي هي اللي بتعمل كده. فانا بقى لما قفشته قلت ايه، انا ما عنديش مشكله يكون بيكلم 100,000 بنت، انا مالي، بس هو ليه بيحور عليا؟ يعني ليه بيعمل حوار ليه بقى؟ فاطمه انت دلوقتي اللي بتحوري، انت كنت بتغيري عليه جدا وباين قوي من كلامك. قفشه القفشه الوحشه دي مش فاهمه. طب وانا مش اليوم ده جبت لك هديه بالليل؟ ايوه صح، ما حكيتش الحوار. تفتكري الوحش بس ها؟ هحكي تفتكري الوحش بس الفيديو ها؟ بقى فور من هحكي لكم بقى بعد كده الموضوع بالليل مشي ازاي. ايوه ما احنا كده، احنا الفولورز كده، في الفرح منسيين وفي الحزن مدعيين. يعني طلعت تقول لنا المصيبه كلها وما قلتلناش الشابتر اللي مكتوب فيه ان جابلك فيه هديه، ما حكيتلناش على الحته الحلوه. المهم يا جماعه البنت دي عيوطه والله، انا مش هرد عليه. المهم بقى ايه، هو انا قلت للواد ده انا مش هكلمه تاني خلاص، لان هو بقى ايه بيلف ويدور عليا وانا ما بحبش حد يلف ويدور عليا. فرحت بقى البازار الصبح هعامله وحش عشان انا مش عايزه اتعامل معاه اصلا. لا ما هو باين طبعا، واضح وضوح الشمس ان انت مش عايزه تتعاملي معاه اصلا. ولا كاني كنت شايفك، كنت مش باصص لك اصلا ساعتها. ماشي. المهم ايه، وصلت البازار وقال لي محتاجه مساعده، قلت له لا شكرا. ايوه سالت كده عشان قال لي طب لا ممكن احكي حاجه. اتصل بيا الصبح قبل ما يجي، ممكن تجي معاكي شماعات؟ قلت له كنت ناس شماعات. ماشي حاضر، واتعاملت معاه ببرود قوي. يا جماعه انا لما وصلت هناك قعدت اهزر بقى ايه مع كل الناس موجودين الا هو، عشان احسسه اللي هو انت شخص مش مهم في حياتي. فكره فاطمه حركات تالتة ابتدائي وحياة ربنا، انت زي العسل. ان انا كنت فاهم ان انت بتعملي كده، وانا مستغرب هو انت ليه بتعملي كده. هو كان بيتعامل وحش قوي، كان كل ما اكلمه يقعد ايه نرخم على بعض وبتاع، وانا كنت طايقاه بجد. لحد يا فاطمه ما تقعديش تقولي كل شويه ما كنتش طايقاه، علشان خاطر يعني بصي
بقك بينقط كده. قد ما كنا بنلعب اللعبه بتاعته راح هو كسبني، فقلت الولد ده بيحاول ايه يبقى كويس معايا، أيوة صح. فهسكت كنت تكسب. هسكت وبتاع. فسكت بقى ولميت ايه الدور حاجه كده في البازار لذيذه قوي، انه التنس كانوا بيجيبوا هدايا لبعض يا جماعه. التنس كانوا راندوملي بيختاروا ايه هدايا لبعض، هدايا لبعض. هو كان كسب حاجه ليها علاقه بالنيلز. انا فضلت قاعده كده بقول ايه هو يا ترى هيديها لمين، يعني كان في بنات كتير بقى اصلا حوالينا واصحابه وبتاع، فقلت اشوف بقى هيديها لمين. انا اصلا مش فاهمه يشوف يديها لمين ايه ده، واحنا عارفين بقالي اسبوع هيديها مش لي عارف ليه، انا ما اعرفش ليه. هيديها لي ليه اصلا. ماشي اتفضل. جه في اخر اليوم بعد بجد ما كنا مبهدلين بعض غلاسه، قال لي خدي دي ليكي وبتاع. انا شفت جبت لك ايه بقى، ايه ده يلا. شكرا. عرفتي ان هو جنطي وبيحبك ولذيذ وعسول؟ عرفتي؟ كنت ظلماه. اخدتها منه قلت ولا يعني ولد حركه لذيذه منه. كان عادي، كان ممكن يديها حد من صحابه او ممكن يديها لمامته. لا ما اخترت. او يمكن يكون اتزنق ما لقاش حد عايز اقول لك يديها له اصلا ان فقال هي اديها ادتني له. واحده كان لونها مش حلو، ورحت قعدت ادور بقى على اللون اللي حاسس ان هو يماتش معاكي، مع ان انا ما بفهمش في الحاجات دي خالص، بس حاولت يعني حاولت انها تعجبني. ولد يستاهل سقفه أيوة بصراحه. الحمد وساعتها لله. بقى راح قلت بقى لا خلاص بقى لم نفسي، لانه خلاص بقى والبنت جت يوميها. بس كده يا جماعه خلصنا. هنحكي لكم على فكره مواقف كتير والله العظيم. علي وفاطمه انتوا زي العسل بجد وحياة ربنا، وانا حبيتكم قوي، وربنا يخليكم لبعض وتكملوا كده مع بعض العمر كله يا رب.